مين دب الشمس اللي موجود في الصين؟ انتشر فيديو على السوشيال ميديا لأنثى دب موجود في حديقة حيوان في الصين، لكن الدبة دي عامة عاملة جدل والناس هناك شاكين في أمرها، لأن هي كانت بتعمل حاجات غريبة. ده غير إن شكلها تحس إن هو مفبرك شوية، وشكلها كمان غير الدببة اللي متعودين نشوفها، لدرجة إن الناس في الصين بتقول دي مش دبة، وشاكين إن هو ممكن يكون بني آدم متنكر في شخصية الدبة. عموما الدبة اللي انتوا شايفينها دي اسمها أنجيلا، وكانت بتقف بطريقة شبه الإنسان، لكن إخواتنا في صحيفة ذا ميرور البريطانية تواصلوا مع عالم البرية الماليزي وقال يا جماعه ما تقلقوش الدبه دي حقيقيه وهي فصيلتها كده. الحديقه بقى قالت لو محدش مصدق ان هي فعلا دبه فيتفضل ينزل معاها معركه ويشوف الموضوع بنفسه، وقالوا دي فصيله نادره جدا من الدببه، وفعلا هي من فصيله دبه الشمس. وبتتميز الدبه دي بان كفها كبير وما فيهاش شعر طويل، وطولها حوالي متر و30 سم، يعني اقصر شويه من الدببه الثانيه. بس كده، فانت مين اكتر حيوان ممكن تخاف منه جدا؟ ومين الحيوان اللي نفسك تقرب منه وتاكله كمان؟ والسلام عليكم.